طيب ازيكم يا جماعة؟ نعتذر على التأخير ونعتذر على الإضاءة الوحشة جدا. الإضاءة في الشلحت منه، بس أنا محتاجة أجيب الرينج لايت في أقرب وقت، عشان كده ما يصحش. المهم أنا من قيمة أسبوعين كده شفت فيلم مانشستر باي ذا سي لتاني مرة. أول مرة شفت الفيلم ده مش عارفة ليه الإكسبكتيشنز بتاعتي كانت مختلفة، كنت مستنية حاجة تحصل في الفيلم، معرفش ليه، لأن الهايب عليه كانت عالية وستيل عالية. كنت مستنية احداث، كنت مستنية تغييرات تحصل، كنت داخلة منتاليتي متخلفة كده. تاني مرة شفت الفيلم استوعبت وعيطت تقريبا 3-4 مرات وحاجة يعني انا ما اقولكش الكآبة لو كانت فيلم كانت هتبقى الفيلم ده. الفيلم ببساطة بيناقش فكرة ان الوقت مش لازم يشفي. احنا دايما متعودين على الكونسبت بتاع الوقت بيشفي، وان الوقت كل ما هيعدي كل ما انت هتنسى اكتر. هو بيدور حوالين ان لا خالص، انت بتتعايش مع ال وجع الضمير، وبتتعايش مع الذنب طول حياتك وبتتكيف معاه. شخصية لي اللي عملها كيسي أفلك ده كان اول فيلم اشوفه ليه باي ذا واي. ما كانش جبان على قد ما هو ما كانش قادر يرجع للمدينة اللي هو كان عايش فيها، اللي هي مانشستر، بسبب الذكريات السوداء اللي كانت فيها. هي كان فيها ذكريات حلوة، بس الذكرى الوحشة قوي اللي هو عايش بذنبها طول حياته هي اللي مسيطرة على دماغه. حتى لما كان ومش هحرق لك الفيلم متقلقش، بس لما كان ابن اخوه كان قاعد معاه وبيقنعه ان هو يقعد في المدينة، قال له I can't beat it انا مش قادر. هو مش قادر يقعد ولا قادر هو يكوب اصلا مع الناس، ولا قادر يخش في علاقة، ولا قادر يخش في شغل عليه قيمة حرفيا، او قادر ان هو يكون عيلة من جديد. هو مش قادر يعمل كل ده. لما تشوف الفيلم هتشوف ان ليه كان مستني ان القانون يعاقبه على اللي هو عمله. لما قعد في التحقيقات مع البوليس، والبوليس قالوا خلاص انت هتمشي، لان يعني انت ما كانش قصدك في اللي بيحصل ده، فانت بالتالي ما كانش فيه دافع للجريمة. فهو استغرب كده وقال له انا همشي، يعني ما فيش حاجة، همشي. هو كان شايف ان هو ما يستاهلش ان هو يعيش. وان السين ده من افضل السينز، لان انا مش عايزه احرقه، بس السين ده حلو قوي. هو كان خلاص خرج من اوضه التحقيقات وشد المسدس بتاع ضابط من اللي واقفين، وكان عايز يضرب نفسه، بس ما فيش طلقه طلعت، لان ما كانش هو اللي هو شد زنات، هو pulled the trigger، ما كانش شد زنات، فبالتالي الطلقه ما طلعتش. فهو كان شايف ان هو اصلا ما يستحقش ان هو يعيش، هو كان عايش وخلاص. في الفيلم هو هيوريك ان هو عايش وخلاص، عايش اليوم كده وخلاص، ولا في احلام عايز يحققها ولا في اي حاجه، هو شبه ميت. فيلم مانشستر باي ذا سي كان بيفكرني شويه بفيلم ساوند اوف ميتال، one of my favorite movies قوي برضو. نفس الفكره برضو، حصل حاجه غيرت حياتي تماما، بس الفرق ما بين لي وفرق ما بين ريز احمد في الفيلم، نسيت اسمه ايه. كان ريز احمد في الفيلم كان بيحاول يعافر ويغير، لكن لي اللي هو كيسي افلك هو استسلم للواقع، خلاص هو استسلم ليه. الفيلمين دول بيتفقوا في بوينت القبول. انا خلاص عرفت اكسبت الواقع، اللي هو انا حاولت من ناحية تانية في فيلم ساوند اوف ميتال اعافر وغيره، وفي فيلم مانشستر باي ذا سي ان انا استسلمت ليه وخلاص هو ده اللي حصل، فانا هعيش كده طول عمري. فيلم مانشستر باي ذا سي لما تتفرج عليه ما تستناش ان حاجة تتصلح، عشان مفيش حاجة تتصلح، لان خلاص اللي حصل، فانت بالتالي مستني ايه؟ مفيش حاجة مذهلة يعني هتشقلب الواقع، ولا النهاية سعيدة ولا النهاية حزينة. هو انت بس هو يعني هو مكمل حياته خلاص، هو تقبل واعترف ان هو مش قادر يعني يكمل، هو مش قادر يكمل، بس مع ذلك هو مكمل. ضمير ليه حطه في سجن طول حياته مش قادر يخرج منه. ممكن تتساءل ليه لو انت ما شفتش الفيلم، بس اللي حصل له يعني لا يعني ما مصيبة، يعني لا يعني فعلا الواحد فعلا من بعد حاجة زي كده لا هو فعلا يفكر في الانتحار كتير قوي، يفكر في الانتحار كتير، يعني بسبب ان هو شايف ان هو ما يستاهلش يعيش. زي ما قلت لك هو استغرب ان الحكومة سابته، انت ازاي يعني سبتني، وكان عايز يعاقب نفسه، وفعاش على قده قوي بقى، وبيشتغل شغلانات يعني متعبة جدا، وبيتعامل مع ناس مقرفة جدا وبتقرفه في عيشته. مع ذلك هو عايش اليوم وخلاص. يبين لك على قد ما ان الوقت فاكر ان هو ممكن يشفي، بس هو ما بيشفيش للي حصل ولا هينسيك. شايف ان المسؤوليات كترها ممكن ينسيك،
في الحقيقة لا، هي مجرد ممكن تبقى مشتتات وخلاص، لكن الآلام لسه موجودة مهما الوقت عدى. اللي حصل مش شرط الوقت يشفيه خالص. انا مش من انصار ان انت تكبت مشاعرك او تحاول تشوف الناس اللي حواليك مبسوطة فتحاول تبقى مبسوط زيهم وانت مش مبسوط خالص. انا دايما عن نفسي بطلق العنان للحزن. يعني لو انا متضايقة بسبب حاجة حصلت يبقى انا متضايقة، يعني خلوني اخد مساحتي في ان انا متضايقة. فرحانة ببقى فرحانة، مع ذلك بحاول اراعي مشاعر اللي حواليا. يعني مش اللي قدامي متضايق فانا فرحانة فاقعد اتنطط عليه، او العكس انا متضايقة فاحاول انكد على اللي قدامي. في الحالتين بحاول اتجنب لو احنا الاتنين مش حاسين بنفس الاحساس. لو انا متضايقة اغلبية الوقت بتجنب ان انا اقف مع حد او كده، لان ساعات كتير ببقى سخيفة، ببقى مش متضايقة وش حلو خالص. ومش شرط بس علشان اللي حصل ده حصل لك انت بس، ما ممكن يكون حصل لنا كلنا، بس هو بيتعامل مع الموقف غير ما انا بتعامل معاه. هو مثلا مش فارق له بس انا فارق لي فهتضايق، فيقولك انت مكبر الموضوع. لا، مش مكبر الموضوع، انا بتعامل بالاسلوب اللي مريحني مع الموقف اللي حصل، لان كل واحد بيختلف عن التاني. فبالتالي حاول ما تضغطش على اللي قدامك، وخد مساحتك في الحزن على قد ما تقدر عادي. حتى في ناس بتحس انها غريبة، اللي هو ما كله مبسوط حواليا وحصل معهم نفس الموقف وعادي وانا مالي. انت بتتعامل مع الموقف بالطريقة اللي انت متعود عليها، بالطريقة اللي انت شايفها مناسبة. انا تقريبا اتكلمت كذا مرة في موضوع ان انت ما تكبتش واطلق العنان للحزن وللفرح، وحس بالمشاعر اللي انت عايز تحسها يعني يكون اللي حواليك عاملين ازاي. اهم حاجة بس ما تقدرش اللي قدامك بقى يعني يكون ايه مشاعرك، لو يعني تحتفظ بيها لنفسك بحدودك يعني. لكن زي ما تقول قلت احب ان ده يبقى ريمايندر، لان انا كمان لسه شايفه الفيلم ولسه مستوعباه يعني متاخر قوي، فقلت اجي اشارك 60 من ادم اتفرج عليها بشكل دوري بيهم. وانا كان وحشني قوي ان انا اتكلم صراحه قدام الكاميرا، يعني نأسف على اساءة الاضاءه. الشمس مش مساعده بسبب انها بتغيم بسرعه. ف جينا لي افضل فقره في الفيديو. عشان ماسكه المايك فانا مش عارفه اعمل الحركه بتاعتي. مع ذلك هنقول ترجيحنا لفيلم السهرة النهاردة. بما ان انا رجحت فيلم ساوند اوف ميتال ورجحت فيلم افتر سان، الافلام بالذات افتر سان كنت داخله عليه لو الله تريب بقى بنت مع باباها وطالعين رحله مع بعض والدنيا جميله، والدنيا ما اقولكش على الجمال اللي انا شفته جوه. فبما ان انا رجحت الفيلمين دول، واحنا النهارده بنتكلم عن مانشستر باي ذا سي، فهنرجح مانشستر باي ذا سي. الفيلم ده يعني حضر نفسك، لان الكآبة لو فيلم هيبقى الفيلم ده. انتوا لما تشوفوا الفيلم ده هتفهموا هو قد ايه صعب قوي 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 قوي. انا بقالي كتير قوي ما شفتش بونز نقول، كل ما اشوف البوستر حاسه عايزه اشوفه فعايزه ارجعه تاني. لا لا لاند هنعيده. انا عماله اعيد في توايلايت بصراحه لان دي الاجواء بتاعته، و افلام الكريسماس طبعا، وكل سنه طيبين بمناسبه السنه الجديده. غالبا هشوفكم بعد السنه الجديده اللي هي 2026. هنقعد سنه ما نشوفش بعض. فاشوفكم السنه الجايه. هابي نيو يير. شوف مانشستر باي ذا سي، ممكن هو اجواءه شتويه شويه شوفوا وما تنساش ان انت ما تكبتش مشاعرك بس كده. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.